السلام عليكم، اسعد الله مساكم متابعين الكرام، محبين الكشتات والرحلات. اللي يبي له شيء صناعه محليه، موتور هوم جاهز نظيف جدا، استخدام مره ولا مرتين. اليوم معانا هالجمس السياره الملكي، تابع يا عزيزي واستمتع. نتكلم عن السياره، مواصفات السياره وموديلها، ومن بعدها نتكلم عن الكامبر وموديله ومواصفاته. جمس سياره موديله 2012، وارد المناعي، مواصفات خليجيه، فل اوبشن، حجم 3500، اتش دي، دبل تاير، ماكينه 8 سلندر بترول، عليه سوبر شارج من شركه ويبل، جنبينات حجم 2.5 من شركه كينج، واحد من افضل واغلى الشركات الموجوده في السوق، دعاميه اماميه وونش من شركه وورن حجم 5.5 طن، فلنجات خلفيه مع كت باج من شركه جيبسون، يعطيك صوت وطرب مع السوبر شارج ولا اروع. الموتر دبل كابين ونقصت الكابينه علشان يستغل المساحه في الكامبر، وهذه داخليه السياره من الداخل. عليه شاشة اندرويد، حجم الكبير، ممشى الموتر 119750 كيلو. الكامبر جديد موديل 2026، خروج شهر 2، استخدام مرة أو مرتين، القصة الجديدة من مصنع لايت كرفان، وعليه ضمان سنة شامل كل شيء. مظلة خارجية كهربائية مع ليتات، سيستم صوت خارجي، وقاعدة حق التلفزيون، ومستغل المساحات كلها في الكامبر، أماكن تخزينية، ستورج من كل مكان. هذه كلها اماكن تخزينيه ستورج موجوده هني، بعد ستورج، وهاي ستورج كبير مساحه يفتح من الصوبين. عندك سله علويه مع الصدام مع السبير مع مكية كهرباء جديده، ومن الصوب الثاني بعد مستغل المساحه وفيها اماكن تخزينيه من كل صوب. طبعا خزان ماي وبلاك تانك وجري تانك واوتو درين كله موجود فيه. الشيء الجميل والمميز والشيء الحلو ان الكامبر فل اوبشن اعلى فئه، تستغل كل المساحات، بسوي لك مطبخ متكامل خارجي، عندك الفرن والمغسله وطاوله الخدمات، مكان حق سلندر الغاز موجود، والسله العلويه حق التخزين. شوفه من الداخل، شوف يا عزيز واستمتع. طبعا بالبدايه عندك الرساله الترحيبيه، هذه الارضيه كلها بالخشب ما شاء الله تشوف. طبعا الكابينه مفتوحه على المقصوره، فيها شيء مميز، تقدر تسكر المقصوره من هني، في عندك حاجه يسكر لك اياها، يفصل لك اياها، مو بس ستاره، لا حاجز ثابت. وهذا السرير الكينج سايز، شوف يا عزيزي واستمتع. شوف يا سلام. عندك الثلاجه الكبيره مع الميكروويف اللي فوق، تسخين وطبخ، وهذا الكبت حق التخزين الثياب والملابس. شوف الوسع مع 3500. فوق الباب عندك لوحة تحكم بالكهرباء، كل شيء في الكامبر تقدر تتحكم فيه هني، سيستم الصوت، جيجات، بلاك تانك، جري تانك، الاوتو درين، الاضاءات، كل شيء موجود هني. وهاي المطبخ عندك اول ما تدخل، عندك اللي هو الفرن موجود هني اللي على الغاز، والمغسلة، اماكن تخزينية، الشفاط والاضاءة وطاولة الخدمات اللي موجودة. وادخل وشوف واستمتع بالتفاصيل الداخلية. شوف يا سلام، شوف الالوان وشوف التنسيق وشوف الخشب والشغل. طبعا الكامبر هذا فل اوبشن اعلى فئه، طاوله خدمات جانبيه يمين ويسار، مع الجلسه الجميله هذه البانوراميه والدرايش من كل صوب، السماعات، سيستم الصوت، تلفزيون حجم 32 سمارت اللي موجود، حتى الاضاءات اللي هي اضاءات القراءه او السمارت موجوده داخل. وعندك الجلسه هذه تحول الى سرير بالكامل، يصير عندك هنا 3 4 اشخاص يرقدون مرتاحين. وهذه كلها اماكن تخزينيه، ومكان حق المكيف، وطاوله الطعام المتحركه هذه اللي موجوده هني. وهذه دوره المياه عزكم الله، دبليو سي، شطاف وشاور ومغسله، بديل الرخام من الداخل. من الاشياء الجميله في هذا الكامبر ان صاحب الكامبر مستغل كل المساحات بتصميم مختلف، مسوي مكان تخزيني او ستورج حق ادوات العزبه. والشيء الحلو والمميز انه قريب من الباب في حال احتجت اي شيء. طبعا 3500 غني عن التعريف من ناحيه السعه واكبر، حتى تفصيل الكامبر يكون اغلى من الاحجام الباقيه، تقدر تعرف السعه بينهم او الفرق بينهم من المسافه بين المطبخ وباب دوره المياه عزكم الله، تحرك فيها بكل اريحيه، مسافه واسعه. طبعا كل شيء جديد يا جماعه، كل شيء كامبر مثل ما هو جديد.
وكل الكامبر يشتغل على الطاقة الشمسية، يعني ما يحتاج لك ماكينة تشغلها، يشتغل 24 ساعة، من مكيف، من إضاءات، من ثلاجة، من كل شيء على لوح الطاقة الشمسية وبطارية الطاقة الشمسية. والسعر المطلوب فيها يا جماعة، السيارة مطلوب فيها 220 ألف ريال وقابل بالمعقول. الدبل تاير طبعا تفصيله غير يختلف. الكامبر فل اوبشن. بس ملاحظة بس معلومة، الكامبر يا جماعة هذا كلف فوق ال 135 ألف ريال تقريبا، لأن الدبل تاير الفل اوبشن المواصفات هذه هذا سعره. طبعا كل شيء موجودة بالفواتير والأمور الثانية، من غير سعر السيارة والإكسسوارات اللي على السيارة وغيرها وغيرها.